حاسس انك مزنوق، حاسس ان الوقت بيجري منك ومش عارف تلم المنهج، وبتقول لنفسك يا ريتني كنت بدأت بدري. بص ركز معايا كويس، لسه في فرصة، بس الفرصة دي ليها طريقة مختلفة. السر كله في كلمتين: الوقت والتركيز. القاعدة الأولى: النوم. أول حاجة نضحي بيها دايما هي النوم، وده أكبر غلط ممكن تعمله. اللي بيجي على نومه عمره ما بيكسب. نام بدري واصحى بدري، ساعتين الصبح يعملوا شغل يوم كامل. والأهم إنك بتعود دماغك يشتغل في نفس وقت الامتحان. ولو نومك بايظ ثبت ميعاد الصحيان مش ميعاد النوم، واستحمل أول يوم وبعدها كله هيتظبط لوحده. القاعدة التانية: الأكل بيأثر على تركيزك أكتر ما انت فاكر. ابعد عن الأكل التقيل، خصوصا النشويات والحلويات، دي بتعملك هبوط وتخليك عايز تنام. خليك في البروتين، الخضار، الفاكهة، حاجات تديك طاقة من غير ما تكسلك. والقهوة اشرب عادي، بس وقف قبل النوم ب6 ساعات عشان تعرف تنام صح. القاعدة التالتة: اعتزال الناس والموبايل. الفترة دي لازم تبقى شخص مش اجتماعي، مفيش خروجات، مفيش مناسبات، ركز في نفسك بس. وأهم حاجة، الموبايل ده أكبر عدو ليك دلوقتي، شيله خالص من أوضتك. ولو بتذاكر PDF اطبعه، المذاكرة على ورق فرقها كبير جدا في التركيز. القاعدة الرابعة: قانون 80/20. مش لازم تذاكر كل حاجة بنفس القوة. في قانون بيقول إن 20% من المنهج هم اللي بيجيبوا 80% من الدرجات. اعرف الأجزاء المهمة دي من امتحانات السنين اللي فاتت، أو اسأل مدرسك، ابدأ بيهم الأول عشان تحقق أكبر نتيجة في أقل وقت. الخاتمة: المعادلة بسيطة، نوم كويس، أكل خفيف، بعد عن التشتيت، وتركيز على المهم، يساوي إنجاز محترم جدا. قوم بالوقتي، اقفل أي حاجة بتضيع وقتك وابدأ فوراً. ربنا بيوفق اللي بيسعى. بالتوفيق يا بطل. ما تنسوش يا أصدقائي تعملوا لايك واشتراك في القناة، واكتبوا لنا في التعليقات عايزين نتكلم عن ايه الفيديو اللي جاي.